حيلة ذكية هتقولي وداعًا لاستخدام السخان طول فصل الشتا، سواء كان سخان كهربا أو سخان غاز، هتوفّري بقى في فاتورة الكهربا وفي المصاريف اللي أنتِ بتدفعيها، وهتنسي بقى إن أنتِ تستخدمي السخان طول فصل الشتا بفكرة لأول مرة هتشوفيها. يالّا كده نصلّي على رسول الله في التعليقات، وما تنسيش اللايك الحلو منِّك، والفيديو ده مليان أفكار كتيرة أوي بإذن الله تخرجي مستفيدة، وتعالي نبدأ مع بعض بأول فكرة. أول فكرة معايا هتجيبي كده ليمونة وهتجيبي شمعة، وبعد كده هتقسمي الليمونة كده نصين زي ما انتي شايفة، وهتجيبي أي خلة بتاعت شيش طاووق بس تكون كده كبيرة شوية وهتقسميها 3/4 بالشكل ده، وهتحطي واحدة كده جوه الشمعة، ولازم تختاري الشمعة اللي هي اللي بتقف، ممكن تحطي واحدة أو اتنين اللي يريحك. أنا استخدمت واحدة، وبعد كده تحطي عليها نص الليمونة بالشكل ده، بحيث ان هي النار تكون بعيدة عن الليمونة شوية. وبعد كده شغلي بقى الشمعة دي. عايزة اقولك الناس بقى اللي بتعاني من الناموس والهاموش طول فصل الشتاء، او مثلا عاملة سمك وعايزة تخلي ريحة المطبخ حلوة، عايزة اقولك ريحة الليمونة تنتشر في المكان. بجد الفكرة حلوة قوي، هتبقى عاملة كده زي الشمعة اللي بتدي ريحة ليمون بطريقة بسيطة، وتحطيها كده على الرخامة لحد ما تخلص. تعالي بقى نشوف الفكرة رقم 2. عندك صدى في الحنفية، هاتي نص ليمونة وبأي استك وركبيه كده في الحنفية بالشكل ده، وسيبيه طول الليل هيشيلك الصدى ويسلكلك الحنفية. وفي نفس الوقت الناس اللي بتحس ان المية طعمها وحش، جربي فكرة الليمونة دي روعة، بس سيبيها طول الليل. تعالي كمان اقولك على تالت فكرة. كلنا ايدينا في الشتاء بتبقى ناشفة جدا وجافة، تعالي اقولك على حاجة بقى كده تعمليها نتيجة كتر غسيل المواعين طبعا، وبنغسل المواعين بمية ساقعة او بمية سخنة، فايدينا بتنشف على طول. هاتي بقى كده نص ليمونة وفي اي علبة عندك، واعصري نص الليمونة دي. بس الناس طبعا اللي بشرتهم حساسة مش هتستخدم الليمون. لو انتي بشرتك عادية هاتي كده نص ليمونة، وبعد كده حطي عليها شوية من البيكنج باودر، واعصري بقى كده الليمون مع البيكنج باودر بالشكل ده، نص ليمونة او ليمونة. هتاخدي بقى الفوران ده وتبتدي ان انت تدعكي بيه ايدك. عايزه اقولك روعه، بيشيلك اول حاجه الحاجات السوداء اللي في ايدك، وبيديلك نعومه حلوه جدا، وبيخلي ايدك كده ما تبقاش جافه من كتر غسيل المواعين. جربيها وبجد هتدعي لي. بس لو كانت بشرتك حساسه فبلاش تستخدمي الوصفه دي. لو بشرتك عاديه استخدميها، طبعا بتستخدم للايد بس مش على الوش. تمام، حلو جدا بقى، بتفتح لك ايديكي وتشيل لك كمان البقع السوداء، ولو ايديكي ناشفه هتبقى ايديكي كده طريه. جربيها وهتدعي لي. بتسيبيها كده شويه وبعد كده تغسليها. تعالي بقى نشوف الفكرة رقم 4. انتي تعرفي ان الاسيتون اللي احنا بنشيل بيه الاكلادور ده حلو جدا لو انتي عندك بقع صعبة في الشوز الابيض، بيشيلها لك من غير اي مجهود ومن غير اي غسيل. بتجيبي كده قطنة وبتاخدي شوية من الاسيتون وعلى البقعة اللي موجودة عندك جوه الشوز او من بره، وتبتدي ان انتي تدعكيها هتطلع معاكي على طول. تعالي بقى اقولك على فكرة السخان وازاي هنوفر في استخدام الغاز والكهرباء طول فصل الشتاء. بصي بقى يا ست الكل، هنعمل كده بديل يوفر معانا استهلاكنا للغاز، وان انتي ما تشغليش السخان الكهرباء كل شويه وما يسحبش كمان كهرباء، وفاتوره الكهرباء بتيجي غاليه. بتجيبي كده الكولمان ده معروف، احنا عندنا كلنا كولمان. الكولمان ده معروف لو حطيتي فيه ميه ساقعه بتفضل ساقعه، لو ميه سخنه بتفضل سخنه. فاحنا بقى هنستغل الموضوع ده وهنحط فيه ميه سخنه، ممكن تبرديها شويه كده او تسيبيها زي ما هي عشان تقعد معاكي مده طويله. وتحطيها فين؟ تحطيها على كرسي جنب الحمام كده. لو انت حابه تستخدمي ميه سخنه، حد عايز يتوضى، حد عايز يغسل ايده، هيستخدمها عادي جدا زي الحنفيه بالظبط. وكده انت وفرتي من ان انت كل شويه تستخدمي الغاز وتشغلي السخان بالذات بتاع الكهرباء، لانه الفواتير بتاعته غاليه. اي حد يحتاج ميه سخنه يستخدم من الكولمان زي الحنفيه بالظبط. تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. لو انت عايزة تصبي اي حاجة تكون مثلا من غير قمع، القمع بتاعك مش لاقياه دلوقتي او القمع اتكسر، تعالي اقولك على بديل حلو جدا. مثلا انا عايزة املأ العلبة دي بالصابون السائل، والقمع بتاعي دلوقتي مش لاقياه بسبب بنتي مش مخليه لي اي حاجة في الدرج. طيب هعمل ايه؟ بجيب كده خلة الشيش طاووق زي ما انت شايفة، وببتدي ان انا اوقفها كده وبنزل عليها الصابون السائل من فوق، هتبقى عاملة معايا زي القمع كده، استحالة الصابون يطلع بره. سواء كان بقى عايزه تصبي زيت، مثلا لو انت عايزه تصبي زيت في ازازه صغيره او صابون سائل، ده بديل للقمع. بصي تكبي كده عليها من فوق هتلاقيها نزلت معاكي وما بهدلش الدنيا بالطريقه دي. يلا كده لايك حلو منك، وتعالي كملي معايا باقي الافكار لان هي باذن الله تعجبك جدا. لو انت عندك فوط المطبخ مش بتنضف
وبتغسليها كتير على ايدك، وبرده تحطيها في الغساله برده ما بتنضفش. تعالي اقولك على خلطه سحريه هتشيلك اي بقع موجوده في الفوط بتاع المطبخ من غير اي مجهود، سواء كان الفوط البيضه او الفوط العاديه. تعالي اقولك ازاي. في طبق كده اخر اليوم خالص بعد ما تكوني خلصتي، هتحطي طبعا ميه سخنه زي ما انتي شايفه، تمام، وهتحطي عليه كيس من البيكنج باودر او البيكربوناتو المتوفر، الاتنين نفس البديل، تمام. وبعد كده هتحطي عليها شويه من الخل، يبقى بيكربوناتو او بيكنج باودر وشويه من الخل على ميه سخنه بتغلي كده، ونقعي فيها بقى كل الفوط اللي موجوده عندك بتاع المطبخ. عايزه اقولك من الصبح باذن الله هتلاقي الفوط نضفت جدا، بمجرد ان انت تشطفيها كده تحت الحنفيه بشويه صابون هتلاقيها طلعت معاكي من غير اي مجهود خالص. تعالي بقى نكمل باقي الافكار اللي موجوده في الفيديو. تعالي بقى اقولك ازاي رجعت البوتاجاز بتاعي جديد. بس بصي كده في الاول، بصي انا كنت غايبه عن البيت فتره ورجعت لقيت البوتاجاز بالمهزله دي. بصي العيون والحروق عامله ازاي. بجد زعلت جدا على البوتاجاز بتاعي، ما لقيتش غير العين دي بس الوحيده اللي كانت نظيفه عشان محدش بيستخدمها كتير. فرحت بقى لجارتي قالت لي هاتي كده الكركديه او الورده، وهاتي بقى كده المكونات اللي هقولك عليها دي، وما تزعليش على بوتاجازك ده هيرجع احسن من الاول، ولو عندك حروق السنين هتختفي. جبت بقى كده شويه من الكركديه او الورده، وهتجيبي عليها كيس من البيكنج باودر هتحطي حوالي نصه، وهتجيبي كده ليمونه كامله تعصريها على المكونات دي. قولي لي بقى في التعليقات الكركديه اسمه ايه عندك في بلدك؟ في ناس بتسميه الورده، عندنا في مصر اسمه كركديه. هتحطي بعد كده عليه حوالي لتر من الميه، وهتملي الحل عليه بالشكل ده، وهتنزلي بقى كل عيون البوتاجاز اللي موجوده عندك ما عدا عين واحده بس. اختاري مثلا عين كده تكون نظيفه، وهي ايه اللي هتخليها، وبعد كده بغسليها في الاخر، تمام. انا خليت انضف عين فيهم وحطيت الحله وسبتها بقى تغلي مع المكونات دي. عايزه اقولك النتيجه كانت روعه بجد. ربنا يبارك لجارتي دي، قالت لي على الوصفه دي وفعلا ريحتني من الضحك. بمجرد بس ان انا امسح كده بالسبونشه كل الدهون والحروق اللي انت شايفاها دي هتختفي تماما. طب انا سبتها قد ايه؟ سبتها لحد ما الميه غلت عليها كويس جدا، حوالي كده نص ساعه. وبعد كده وهي سخنه لازم تنضفيها وهي سخنه، تجيبي كده اي حاجه في ايدك تلبسيها سيليكون ولا حاجه. وبصي بصي بقى الحروق بتطلع ازاي، هي مره واحده بس وتلاقيها طلعت معاكي من غير اي مجهود. وعلى فكره انا بنضفها من غير صابون ومن غير ما اجيب سلك، ده سبونشه دي كده بتنضف معايا على طول. بصي بجد روعه. بتحطي بقى كده من اول مره طلعت لي كل الحاجات الصعبه، ولا ضفت صابون ولا ضفت حاجه. طبعا هنركنها على جنب، نبتدي بس ننزل الحروق دي. بصي الحروق دي بمجرد بس انت تمشي عليها كده بالسبونشه دي، السبونشه دي ناشفه ما فيهاش اي حاجه، بلاقيها طلعت معايا اسهل بكتير قوي من ان انا انضفها بالصابون على الحوض وفي الاخر ما بتنضفش. بتعملي ايه؟ بتشيلي كل الحروق الاول كده اللي هي طلعت معاكي من اول مره، وبعد كده بصي الحروق دي، بصي دي العين دي عامله ازاي، بصي في ثواني. بس اهم حاجه تنضفيها وهي سخنه. بننضفها اول مره وبعد كده بنرجع نحطها تاني في الكركديه ونسيبها شويه. يعني انت بتشيلي كده الحروق او الدهون اللي موجوده عندك اللزقه دي على مره او مرتين. بعد كده برجع ايه احطها تاني. بصي بعد ما انا شلت اول مره برجع احطها تاني جوه الكركديه وهو سخن، واسيبها برضو لحد ما الكركديه يبرد خالص، او ممكن ترفعيه على النار لمده 10 دقايق. والنتيجه كانت روعه. بصي بقى البوتاجاز رجع حرفيا جديد. طيب ممكن تستخدميه في ايه تاني؟ ممكن تستخدمي لحروق الاستانلس والعيون البوتاجاز. جربيها بجد وهتعجبك جدا الطريقه دي. يلا كده احتفظي بالفيديو ده عندك وابعتيه لقرايبك وحبايبك.